أنت دخلت صفقة وبوم السوق اتقلب فورًا، ولو قدرت تمسك الانقلاب ده قبل ما يحصل. أهلًا أنا جبريلة وأنا باتاجر من سنين. في الفيديو ده هاعلمك إزاي بتاجر انقلابات السوق بمنطق بسيط حتى المبتدئين. أنا باشرح كل صفقة خطوة بخطوة عشان تقدري تعيديها وتتجنبي الدخولات السيئة. اتفرجي باهتمام لآخر الفيديو، ده من أقوى الإعدادات اللي باستخدمها. النهاردة عايزة أعلمك إزاي تتاجر على انقلابات الأسعار. أول حاجة هنعمل تحليل تقنين الرسم، بعدين هندخل الصفقات بدون مؤشرات على نقاط انقلاب الأسعار بس. اخترت أزواج عملات معينة. أول زوج عملات هنشوف الوضع، ايه اللي احنا شايفينه. الرسم طالع لفوق، الترند الكبير طالع والترند المحلي كمان طالع. دلوقتي هنعمل مستويات حركة السعر. أول مستوى اخترق لفوق، دلوقتي بنعمل المستوى الجاي على السعر الحالي في الجزء اللي احنا شايفينه. بعد المستوى احنا شايفين ان السعر اخترق واستمر لفوق، صعود قوي جدا. الخطوة الجاية نحدد المستوى التاني، بس في الرسم مفيش شموع أعلى من ده. الرسم وصل للقمة دي قبل كده. تعالى نطلع في الجزء اللي قبل كده، لأننا عندنا قناة السعر كان بيتحرك فيها وأخد زخم قوي. وبعدين اخترق لفوق، دلوقتي السعر هيرجع لتحت شوية عشان بعد الصعود القوي عادة في انخفاض قوي. بنقول التايم فريم 5 دقايق وهنشتغل نلاقي نقطة دخول على انقلاب السعر. هعلمك الطريقة، هنخلي الرسم الأحسن عشان احنا بندخل شراء. هنشتغل نلاقي إشارة انقلاب لما الرسم يطلع. هنحط 10,000 الوقت دقيقة واحدة. احنا بنتفرج باهتمام لما تبدأ الانقلابة وتتأكد من شموع خضراء. احنا بندخل قلب بينبض أسرع. ولسه في الخوف، بس ده تاني. قبل كده كان خوف حقيقي، دلوقتي ده تركيز عشان انا اعرف اني عملت كل حاجة صح. وعشان كده انا بشارك كل ده في VIP، عشان حد ما بيعرض الجانب الحقيقي من الاحساسات، بيكلموا عن الارباح بس. وكل ده جزء من العملية، انا ما بخبي حاجة. في VIP بعلم مش بس الكيفية لكن الليه، عشان تفهمي السوق بشكل حقيقي. لو انت عايز تتعلم من حد بتحس نفس الاحساس، اضغط على الرابط في البروفايل. تعالي VIP الصفقة الاولى ربيحة. عايز تعرف اكتر، انا بنشر اعدادات واشارات كل يوم في تليجرام. الرابط في الوصف. ما تفوتش، تعالى لزوج عملات تاني، احنا هنعمل تحليل. تعال نطلع هناك، ارجع للتايم فريم 30 دقيقة، ده الأحسن. هنا عندنا نموذج حلو، القاع المزدوجك، انت فكرته. لما احنا بنشوف النموذج ده قاع مزدوج ده، احنا عارفين بعده السعر عادة بينطلع، بس في لحظة يبدأ انقلاب والسعر بيبدأ ينزل. دلوقتي احنا شايفين الانقلاب ابتدت، الترند الكبير طالع والترند المحلي بينعكس. فعشان كده هندخل صفقة بي. مستوى السعر الحالي احنا قادرين نشوفه هنا، تأكيد الشمعة واخر شمعة بتستعد تكسر المستوى. السعر هينزل لفين؟ احنا هنرسم مستوى، غالبا هينزل المستوى ده
بالتأكيد في الشموع، علشان كده بندخل بيع بنقول تايم فريم 5 دقايق وانقلاب السعر. افتح عينيك باهتمام، الرسم بيبدأ يتقلب لفوق، مش آمن ندخل بيع، احنا بننتظر الفرصة الجاية. احنا بندخل بس ما بنشوف شموع حمرا واحدة بعد التانية، ده تأكيد البيع وبعدين احنا بندخل. احنا بننتظر انقلاب السعر، الصفقة 10,000 وقت انتهى دقيقة واحدة، أنا عادة بتابع الوقت ده، الانقلابة ابتدت دلوقتي، الصفقة فتحت دلوقتي. عايزة أتكلم معاك بصراحة، أنا ما هنا عشان أقول إني كاملة، أنا هنا عشان جرعة الألم كله. بكيت وفكرت في الاستسلام بس استمريت، ودلوقتي لما افتح صفقة أعرف اللي بالظبط، مش الهوا ده الوعي. وفي ال VIP أنا باعارض كل ده، كيف أفكّر وكيف بتحلّل وليه أدخل وليه ما أدخلش، أنا ما باخبّي. لو أنت زهقت من التجارة العامية من غير ما تفهمي، القناة دي ليكِ، اضغطي على الرابط في البروفايل. أنا منتظرتك في ال VIP، إحنا قصرنا في الوقت وأنا دخلت برعة شوية، دلوقتي الانقلابة بتحصل مرّة تاني، أنا بانتظر الدخول يقفل. في ناس كتير بتسأل ليه باعارض كل ده، باتمنى حد عرض لي ده لمّا ابتديت. أنا كنت شايفة بس النتايج والأرباح، بس حد ما بيعرض الطريق، والطريق فيه كل الحاجات اللي مهمة. كسرت رأس المال وحسيت بالفشل وبكيت، بس استمريت، ودلوقتي مع كل دخول أنا باتنفس عميق وأتابع الخطة. وده خطوة بخطوة بعلماه في ال VIP بدون سحب، ده عملية وتكرار ووضوح، الرابط موجود في البروفايل. تعالي معايا، الصفقة دي ناجحة، في صفقات خاسرة دايمًا، ما فيش 100% تأكيد، حتى مع أحسن استراتيجية، فعلشان كده بننصح 2% من الرصيد واحفظي يوميات الصفقات. تعال لجوز عملات تاني باستخدام time frame 30، إيه الوضع؟ الtrend الكبير كان نازل ودلوقتي بيرجع طالع. فعلشان كده هندخل شراء، إحنا بنشتري على انقلاب السعر، كانت قناة هنا السعر بياخد زخم وبعدين نزل، هنا السعر قعد في تجميع ودلوقتي الانقلابة لفوق ابتدت، السعر هيطلع لفين؟ إحنا بنرسم مستوى. تأكيد في الشموع، السعر ممكن يطلع للمستوى ده، بنقول تايم فريم 5، الصفقة 10,000 شراء، ما إن السعر يبدأ يقلب مع شموع خضراء إحنا بندخل. شمعة خضراء واحدة مش معناها انقلابة. دلوقتي السعر بيتحرك جنب الجنب، الانقلابة هتبدأ قريب، بندخل الصفقة. خليني أتكلم معاك بصراحة، حد ما هينقذك في السوق ده ولا استراتيجية جاهزة، كان صعب إني أفهم ده، ضيعت وقت بتمنى صيغة سحرية. مفيش صيغة، اللي فيه تمرين وتكرار، ده اتعلم شوفي الرسم وتفهمي القصة. الصفقة دي ما كانت إحساس، كان تحليل بارد، وده اللي أنا بعلمه في ال VIP، مش بس كليك لكن القبل والبعد، عشان التريد عملية، وأنا باشارك عشان أعرف قد إيه بنساعد اللي لسه متقفل.
لو عايز تطلع من الخيال وتشوف الحقيقة الرابط موجود. تعالي ننمي مع وضوح. الصفقة دي حلوة حتى لو ابتديت لسه. تمام، في التليجرام بشرح بسيط. الرابط في الوصف والتعليق المثبت، واحنا رجعنا للتايم فريم 30. الترند العام بنطلع. بس المحلي بيبدأ ينقلب لتحت، احنا شايفين انقلاب سعر بشكل بي. السعر بياخد زخم قوي، بعدين نزل شوية، بدأ يرجع لفوق، قعد في تجميع، دلوقتي بيبدأ ينقلب لتحت، غالبا هينزل له هنا. السعر هينزل من نقطة معينة، غالبا المستوى ده التأكيد بتشوفه في الشموع، في اختراق وريتس قريب جدا. الشمعة اخترقت المستوى. بنقول تايم فريم 5. احنا بنشتغل نلاقي نقاط دخول على انقلاب صفقة بيع. نسبة الدفع انخفضت شوية بس تمام عشان اتحللنا. احنا بننتظر اشارة انقلاب وبندخل. دي الصفقة الأخيرة. للمبتدئين بننصح استخدموا مؤشر الستوكاستيك. أنا بتفرج على الشمعة. وفي تجارة البدية ما كنت أعرف إيه الشمعة، شايفة خطوط طالعة ونازلة بس عملت اللي أقدر. كنت أكتب وأختبر وأغلط، ويوم عملت معنى. دلوقتي كل شمعة اسم ومنطق وقصة، وده بعلم. في الفي اي بي ما بشارك معادلة جاهزة، أنا بعرض ازاي تقرا الرسم زي المحادثة. السعر بيتكلم، انت الذم تسمع. الدخول دلوقتي قراءة بحتة. لو زهقت من حفظ الإعدادات بدون فهم، ال VIP ليك، الرابط في البروفايل. تعالي تتعلمي بشكل حقيقي رهيب. أضفنا أكتر من 18500. لو ساعدك الفيديو اضغط الاشتراك، وتأكد انك تدخل التليجرام. إشارات واستراتيجيات هناك، الرابط في الوصف والتعليق المثبت. أنا شايفتك جوايا.